طبعا هنا مش هينفع اشتغل شريط وبعد كده اقفلها بخرزايه عشان ده طالع دور فوق دور، ولو عملتها شريط وقفلتها هتطرف ايديا. تمام، احنا ماشيين مع بعض اهو خطوه خطوه. لو في اي استفسار في اي حاجه طبعا احنا موجودين مع بعض على الجروب. بالشكل ده وافضل لحد ما يبقوا معايا 9. عشان انا هاجي في 10 هي دي اللي انا هقفلها بالجزء بتاعي اللي فوق. بالشكل ده. تمام. واجي هنا واقفل الصف بتاعي. كده انا عملت 1 2 3 4، لسه فاضل عندي 5 صفوف. كل واحد فينا ممكن يكون بيشتغل بفتلتين، وكل واحد ليه طريقة غير التاني، مش شرط كلنا بتبقى ايدينا اتجاه واحد وكلنا لينا طريقة واحدة، بس تكون النتيجة في النهاية عندي واحدة. اشتغلي بالطريقة اللي تريحك، الطريقة اللي بتيجي مع ايديكي. عايز تشتغلي بفتلة واحدة اشتغلي، بس اهم حاجة عندي الخيط ما يبانش. كده انا هقفل الصف الخامس. انا بدلت اتجاه ايدي لاني لقيت في فتلة عندي قصرت عن فتلة، فحاولت ان انا استخدم الفتلة الاطول تبقى فوق. لو انتي بتشتغلي الفتلتين في فتلة عندك دايما هتلاقيها بتقصر عن فتلة، حاولي بقى انتي في كل دور تبدلي دي مكان دي عشان يتساووا بقدر الامكان ببعض. او انتي قبل ما تبدأي الشغل خالص
تخلي الفتلة اللي انت هتشتغلي بيها وتحطي فيها الخرز اطول شوية من الفتلة اللي بتعدي بيها من تحت، عشان يفضلوا ايه متوازنين الى حد ما مع بعض. طبعا ده هيبقى صغير عن اللي انا عاملاه في العينة، عشان دي خرزة 8 انا عاملاه بخرزة 10. كده معايا 1 2 3 4 5، ادي كده 6 صفوف معايا. طبعا كده انا الخيط بتاعي خلاص بيخلص. ممكن اقفله زي ما وريتكم تحت، ممكن اربط الفتلتين ببعض ربطة خفية من الجنب مش هتبان من داخل الفانوس من جوه. المهم ان الربطة دي ما تبقاش عائق ليا وانا بشتغل. الفتلة بقت قصيرة، لو انا عديتها ووصلتها لفوق مش هتوصل او هتضايقني في التقفيل، يبقى انا اخد الطويلة وانزل بيها لتحت ماشي، واعدي اروح للفتلة الصغيرة واربط الاتنين